هلا شباب، معظم الناس برمضان يركزون بالأكل على الطبخ والحلويات، ولهذا بنهاية الشهر يبلشون يشعرون بالتعب والنحول بسبب نقص الفيتامينات والألياف اللي بالعادة نحصل عليها من الفواكه. فلهذا أنا بهذا الفيديو القصير حضرت 5 وصفات وضفت بها كمية جيدة من الفواكه اللي تكون غنية بالفيتامينات والألياف اللي يحتاجها جسمنا حتى لا نشعر بالتعب والنحول بنهاية شهر رمضان. فنبلش بأول سلطة، وأول شي سلقت شوندر وضفت 2 كوب من البرغل الناعم وكوبين من المي اللي سلقت بيه الشوندر. أغطيه وأبلش أثرم الخضرة، أثرم شوية شوندر، شبنت، معدنوس، بصل ونعناع، وأضيف كل المكونات الشوندر والخضرة. والتتبيلة راح تكون ليمون، زيت زيتون، دبس رمان، سماق، نعناع وشوية ملح، وأخلط المكونات كلها وأضيفها للسلطة مالتي. إذا حبيتوا الفيديو أتمنى تسوون لايك واشتراك، لأن هذا كلش يدعم القناة، وشكرا للمشاهدة. أضيف السلطة مالتي على أوراق الخس، وعلى وجه السلطة أضيف رمان. سلطة كلش طيبة، أتمنى تجربوها، كلش غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات اللي يحتاجها جسمنا. وهسه نبلش بالسلطة الثانية. أجيب برتقالة وأقصقصها على شكل حلقات رفيعة، بعدين بسكينة رفيعة أشيل حافة القشر، وشقد ما يكون القشر رفيع شقد ما تكون النتيجة أطيب وأحلى. وأجيب شوندر مسلوق وأقصقصه على شكل حلقات، وجبت نوع من البطيخ أو الشمام اللي تكون صغيرة ونوعيتها مستوية، لازم تكون زين وريحتها طيبة حتى تنطينا نكهة كلش مميزة لهذه السلطة. أول شي أقشرها، بعدين أقصقصها على شكل حلقات، بسكينة رفيعة أشيل النوى الموجود بالنص، وطبعا أقدر أستعمل خاشوقة صغيرة أيضا، المهم أحافظ على شكل الحلقة. وإذا حبيتوا الفيديو أتمنى تسوون لايك واشتراك، وشكرا للمشاهدة. التتبيلة راح تكون برش ليمونة وعصير ليمون، زيت زيتون، دبس رمان، وشوية ملح، وحد حلبي، ونعناع. شيك شيك شيك. وجبت شالت أو بصل صغير يكون، وأثرمه ثرم ناعم كلش، وأضيفه على التتبيلة، وأيضا شيك شيك شيك. والسلطة صارت جاهزة. أجيب الشوندر، البطيخ، البرتقال، أخلطها بإيدي شوية، وأضيف التتبيلة على الوجه، وأخلطها مرة ثانية. سلطة كلش مميزة، أتمنى تجربوها. وأضيف معدنوس ورمان على الوجه. سلطة كلش مفيدة وغنية بالفيتامينات والمعادن. وهسه نبلش بالسلطة الثالثة. أجيب خيارة وأقصقصها على شكل حلقات رفيعة. إذا ما عندكم هذا الجهاز تقدرون تقصقصوها بالسكينة عادي، ما تاخذ وقت هواية. وأجيب جزراية وأيضا أقصقصها على شكل حلقات.
وضفت شوية فجل وأيضا حلقات رفيعة. وأجيب تفاحة خضراء، أول شيء أقشرها، بعدين أشيل اللب من النص وأقصقصها على شكل أهلة. من الأشياء اللي أحبها بهاي السلطة هي هذا الكومبينيشن بين الحامض والحلو. بعدين أهلة التفاح أقصقصها، والتتبيلة راح تكون برش ليمونة وعصير ليمونة، وأضيف عصير نص برتقالة، وشوية سمسم وحد حلبي، وضفت زيت أفوكادو لأن هذا الزيت ما بيه المرارة الموجودة بزيت الزيتون، وهو أيضا صحي ومفيد للقلب. وهذه السلطة يشتغل كلش تمام. أخلط مكونات التتبيلة تماما، وأضيف الخضار اللي قطعتها، وأضيف التفاح، شوية معدنوس، وأنزل التتبيلة وأخلطها، وأضيف شوية حب يقطين وبريز أو كشمش. سلطتنا صارت جاهزة، ونبلش بالسلطة الرابعة. شوندر مسلوق ومقصقص مكعبات، رمان، شوية معدنوس وجوز، ونضيف عصير برتقال ونخلطه. سلطة كلش طيبة ومنعشة وكلش مفيدة، أتمنى تجربوها. وهسه نبلش بالسلطة الخامسة. سلطة كلش مميزة وسهلة التحضير وبها هواية فوائد. أثرم بصلاية حمراء، ثرم ناعم كلش، وجبت واحد مانجو وأقشرها، وأيضا أثرمها ثرم ناعم. فلفل أخضر، وأضيف فلفل برتقالي. ودائما شقد ما نضيف ألوان أكثر للسلطة مالتنا شقد معناتها نضيف أشياء مفيدة ويحتاجها جسمنا. وشوية كيوي، شوية معدنوس، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، برش ليمونة وشوية عصير ليمون، ونخلطها. وسلطتنا صارت جاهزة. سويت لكم 5 سلطات، أتمنى تعجبكم وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. وإذا حبيتوا الفيديو يا ريت تسوون لايك واشتراك بالقناة، وشكرا للمشاهدة، ونشوفكم فيديوهات قادمة.